بقى يراقبها يشوفها خارجه مع مين، بتبعت كلام لمين، وبتكلم مين. وفي يوم شافها بتضحك مع زميل معاهم في الكليه عادي، انفجر من جواه ورجع بيته وقعد يكتب في دفتره ازاي تضحك له. طيب وانا ليه انا مش كفايه؟ انا بحبها وهي بتضحك لغيري. بدات الهواجس وبدا التملك وبدا المرض. بعت لها رساله طويله جدا قال لها فيها بالنص انا بحبك وانتي ملكي، انا مش هقبل ترفضيني. نادين شافت المسج وما ردتش، وهو ترجم ده انها انا موافق. بدا يقرب اكتر، الموضوع بيكبر اكتر واكتر. وقف قدام بيتها كلمها وقال لها انا تحت اطلعي لي. هي اتفاجئت قالت له انت جاي هنا ليه؟ احنا مش صحاب اصلا عشان تيجي لي البيت. قال لها انا جاي عشان نكمل اللي ما بيننا. قالت له كريم مفيش حاجه بيننا، احنا مجرد زمايل. الكلمه دي اما طلعت من نادين كسرت قلب كريم، كسرت وهم كان في دماغه بقاله شهور. كريم رجع البيت قفل الباب عليه وقعد في الضلمه، كتب جمله واحده في دفتره لو رفضتني تاني هتموت. وبدا يخطط. شاف فيلة خاله في التجمع اللي كان مسافر وسايبها، قال المكان ده فاضي ومحدش بيجي فيه. دخل نظف المكان وجهزه واشترى حاجات من السوبر ماركت وجاب ادوات تنظيف، اكياس ازاز مكسوره، مشاهد غريبه وطلبات اغرب، بس كل حاجه كانت مترتبه ومعمول حسابها. بعدها بعت لها نادين انا محتاج رايك حاجه، ما تيجي تشوف الفيلا الجديده بتاعتي. نادين اللي كانت دايما بتتعامل بلطف صدقت وراحت عادي. دخلت ما خرجتش. الفيلا كانت شبه مهجوره بس كريم كان مستني. نادين خبطت وكريم فتح، واول ما شافها ابتسم في وشها وقال لها انت مش هتمشي من هنا قبل ما تسمعيني. وقفل الباب وهي صرخت كريم افتح الباب انا محتاج امشي. قال لها انا تعبت ومش هسمح لك تروحي لغيري. الموضوع قلب بشكل غريب، هي بدات تصرخ وتحاول تجري وتحاول تفتح الباب لكنه قفل كل حاجه، وكل منفذ ينفع انها تهرب منه كان مقفول. ضربها وخنقها، وكانت لازمه كيس الازاز اللي هو اشتراه انه كان بس عايز يرميه في الارض ان هي ساعه ما تجري يخش في رجلها فما تعرفش تتحرك.